طبعا ما فيش حاجه نقدر نشكر بيها سيدنا، ما احنا اتفقنا ما فيش شكرانيه، فاحنا مش هنشكر سيدنا خالص، فنعوض ربنا يعوض سيدنا ونقول له ربنا يعوضك. انت عامل كده بس. فربنا يعوض سيدنا، وان شاء الله ناخد وعده من سيدنا انه يعني لو حتى فوتنا مؤتمر عشان ما نتعبش نيافته، انه هيدينا مؤتمر تاني ويعمل معانا نفس الحكايه، وناخد بركه سيدنا تاني في مؤتمر للاسره باذن المسيح. طبعا سيدنا وعدنا وقال لنا ان شاء الله صح؟ مفيش حاجه تعباني عشان اقول فطبعا بنشكر سيدنا خالص على محبته، ربنا يعوضه، وتبقى فرصه بركه لينا ان احنا كل مره ندخل الى اعماق اكتر واكتر بنعمه المسيح. هقول لكم حاجه وبسرعه، بس ما بحبش اطول، بس لازم احكي لكم الحكايه دي. كنت في الطاحونه ولقيت واحد جاي في طابور بوزع لأمة البركه، قال لي صحصحوا فيها قوي، دي قصه لذيذه قوي، انا عايزك يا حضره القسيس. فعرفت ان هو، قلت له اقعد، طابور طويل، اقعد استنى اما اخلص. فجي خلص قعد معايا في المكتب، اسمع العجب. قال لي انا حياتي كلها في خطايا الزنا، وقدرت ان انا اضحك على واحده مسيحيه، ورحت البيت عندها وقعدت، لقيت صوره الراجل ده، كانت صورة البابا كيرلس. هي قامت تعمل لي حاجة اشربها، وخرج البابا كيرلس أيها الأحباء من الصورة، مسكه قرصه في جنبه، قال لي قرصني في جنبي، امشي اطلع بره، امشي اطلع بره. الست بتعمل الحاجة السخنة، لقت الراجل خد بعضه ونزل، فتح الباب ونزل، انا ماسكه في جنب، مش اطلع بره. هي صور، نزل فما لقيتوش، فطلعت تبص من البلكونه. الحكايه من بق الراجل، انا ما يعني ده حي يعني لايف القصه دي يعني. طلعت تبص من البلكونه، ايه يا فلان انت فين؟ التفت بس ورا، بص هيرد عليه، مسكه من جنبه، مش قلت لك امشي من هنا؟ طلع ما ردش عليها، راح عايز يعرف مين ده. قال لي لقيت محل عصير فاتح ومعلق صورة الراجل ده. قال له مين الراجل ده ومكانه فين؟ فوصف لي الحتة بتاعتكو دي، وانا فعلا جيت لقيت صوره هنا. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، كلام للراجل، أنا قررت إن أنا أبعد عن هذه الخطية مدى حياتي، ولا مع مسلمين ولا مع غير المسلمين، وأنا خدام هذا المكان وخدام هذا الرجل ما دمت في حياتي على الأرض. وتغيرت حياة هذا الشخص. هي صور معلقين صور كده، طلع راجل متنحرف، خدوا من يعلم ربنا، قال لي مسكني من وسط. فاوعى تفتكر ان انا في بيتي، والقديسين دول عايزك تعمل علاقة صداقة حقيقية يا احبائي. ليه؟ عشان يا رب بعد 200 سنة، 200 كويس ولا خليها 300؟ شايفك معترض عن 200. يجوا هم ياخدونا، وهي دي القداسة بجد. يعني تفتكر مين خد روح البابا كيرلس غير مريمينا؟ تفتكر مين خد الأنبا مينا أغامينا أبونا غير البابا كيرلس ومريمينا؟ وفعلا وقف الأنبا أثناسيوس مطران بني سويد قال انظروا يا إخوتي كيف في هذا اليوم استقبل مريمينا والبابا كيرلس الأنبا مينا. مين هيستقبلنا بعد السنين دي؟ اعملوا علاقات مع العيلة، احنا أهل بيت الله أيها الأحباء. كتير جدا بيقول لي ناس انا هسيب ابونا بولس مش هعترف عنده تاني. طبعا لا، مش ابونا بولس بالتحديد يعني، بقول عامة يعني. ليه يا حبيبي؟ مش حاسس ان انا معاه بنمو. طيب سيب ابونا بولس، ممكن تروح لابونا كيرلس. طب وهسيب ابونا كيرلس ليه؟ مش حاسس ان انا معاه بنمو. انا عايز افهمكم حاجة،
انت عارف انك لو حسيت انك بتنمو دي كارثة، دي مصيبة. ليه يا صديقي؟ ليه؟ بالظبط. ده انا اسمع بس هقول، انا بكلمك بجد. يعني انا لو حسيت ايه عمل الحمد لله، ايه يعني ده الواحد في مش كده ولا مش معايا يا جماعه؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، النمو ده حاجه خفيه جوه القلب ايها الاحباء. كلما انحنيت واتضعت اكثر هو قمه النمو. كلما اتضعت وشعرت بنقائصك اكتر، ده اللي قلناه الصبح انتوا ناسين. كل ما بقرب لللمبه بيحصل ايه؟ بتكتشف بقع اكتر. تقرب وتجيب الميكروسكوب تكتشف حاجات اكتر. ده انا كل ما بقرب لربنا يا صديقي بحس ان انا اخطائي وكل خطيه اكتر. فبعد اذنكم، النمو ليس هو سقطت كم مرة. يعني ربنا مش هيجي في اليوم الأخير يوليوس 36 كذبة و85 حلفان و30 مش عارف ايه، وبعدين يجي بقى في الناحية التانية و80 صلاة باكر و40. دي مش نتيجة الثانوية العامة فوق، أنا بتكلم عامة مش ثانوية عامة. ايه القصة؟ قصة قلبك أخباره ايه يا جماعة؟ بطرس أنكر وسب ولعن، صح؟ معايا في كده؟ المسيح قال له إيه لما قابله؟ أتحبني؟ سأله سؤال واحد، بتحبني؟ لا، قال له يا قليل الأصل تعالى، وإحنا بقى لنا سنين مع بعض وقدام جارية كده، ولا جاب له سيرة خالص، مش كده؟ ما حصلش. كل اللي حصل ايه؟ سؤال واحد، بتحبني؟ سامحوني، هو ده السؤال اللي هنتسأله فوق. بتحب بجد؟ بتحبني بجد؟ هو ربنا قالها ببساطة، تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك وقدرتك وقريبك كنفسك وخلصنا، مش كده؟ ما فيهاش تاني. فاسمح لي، النمو انت مش هتراقبه، هتسيب نفسك بتمشي، لكن كلما شعرت بخطيتك كلما شعرت باتضاع، الشجرة اللي مليانة ثمر محنية، شاعر ان هو انا اقل من اي واحد فيكم ينفع. عايز اقول لك حاجة، انا وانا داخل الكنيسة القسيس اول ما يدخل يصلي الكنيسة رسماله صلوة لازم يقولها. عارف يقول ايه؟ يا رب أنت تعرف إني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة. من أولها كده كان لي أب اعتراف شيخ كبير، ما انساش كان يقول الجمل دي يا أحبائي بصوت عالي. كان اسمه أبونا أنطونيوس راغب، الله ينيح نفسه. أول ما يدخل الهيكل وإحنا واقفين شمامسة صغيرين، يا رب أنت تعرف إني غير مستحق غير مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة. وكان هذا الأب منيرا جدا أيها الأحباء. الكنيسة رتبت إنك أول ما تدخل تقول إيه؟ أما أنا فبكثرة رحمتك أعمل إيه؟ أدخل بيتك وأعمل إيه؟ السجود. كلها اتضاع في اتضاع. فين النمو ده؟ أنا ماليش ده نمو إيه؟ حياة القداسة. حياة القداسة تعني الاستمرارية في حياة التوبة وحياة النقاوة. وحياة القداسة تعني إن أنا هيكل مقدس لله. حياة القداسة تعني إن أنا انضميت للعيلة، لسنا بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين أهل بيت الله. حياة القداسة
حابب أسألكم سؤال مهم جدا فيها. أنا يعني المثل ده لازم تحفظوه كويس قوي. أنا هنا على الأرض عايز أوصل لهنا في السماء، كويس؟ اعترفت النهاردة وتوبت وقلت كل خطاياي ومشيت شوية. ركز معايا بقى. وأنا ماشي وقعت، واحد يجي يقول لك أنا وقعت. معنى إن أنت وقعت، ركز كويس، مش معناها إن أنت رجعت للنقطة دي، لا، أنت وقعت مكانك، قوم وكمل ماشي. وقعت مش معناها انك رجعت هنا خالص، معناها ان انا وقعت مكاني، اقوم واكمل. السقوط وسط الطريق، وسط ما انا ماشي، احنا بشر، ما فيناش واحد هيفضل زي الصاروخ عدل كده 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 كده. ولكن المهم ان وقوعي ده عن ضعف مش عن عمد. وقعت عن ضعف. الجندي اللي بيتجرح وماسك سلاحه في ايده بيعتبروه ايه؟ حاجة محترمة جدا، ده بيكرموه، ده نشان. الجرح هنا يعتمد انت تراجعت وسلمت نفسك، ولا انت قايم تاني وسلاحك في ايدك ومكمل. فيا احبائي، ليس معنى الوقوع في الخطية أنا مكسوف أرجع لأبونا تاني، هو إحنا لسه هنبتدي؟ أبدا أبدا، أنت ماشي، ده محسوب لك جهادك. اقع وقوم، انفض ومكمل، انفض وكمل لغاية ما نوصل للسماء. النقطة دي في منتهى الأهمية لألا نيأس. في واحد يقول لك أنا مش رايح لأبونا تاني، ما أنا كل ما أروح بقول له نفس الكلام. لا، ما تبقاش القصة كده أبدا. دي نقطة. حابب أسمع منكم، هو ليه إحنا مش بنستمر بنفس القوة؟ يعني نطلع من المؤتمر النهاردة إيه؟ بيوتنا إيه؟ البيت مش ممكن، وإحنا مع بعض مش ممكن، وأنا مع الصلاة والمسبح ليه بتضعف الاستمرارية؟ أو كيف نحافظ على الاستمرارية؟ أحب أسمع. اتفضل. تهيألي أهم نقطة النسيان، إن الواحد بينسى، يعني بيسمع كلام كتير وعايز النسيان. يعني علشان أستمر، نوضح الحتة دي. معنى النسيان اللي هي غياب الهدف. يبقى عشان أستمر لازم وضوح الهدف، نمرة واحد. وضوح الهدف باستمرار. أنا عايز إيه؟ إيه هدفي؟ ملكوت الله. علشان كده لما قلنا كانت التحية الرب قريب، ده إيه؟ الهدف. صباح بفكرك بالهدف. مران آسى، الرب قريب، قد اقترب ملكوت الله. عندنا راهب في الدير، فقليته تدخل تلاقي جملة قد اقترب ملكوت الله. مش هذكر اسمه طبعا. ليه حطيته هو قدامه؟ الهدف، ملكوت الله. يبقى النقطة دي هايلة. غياب الهدف بيخليني أضعف، لكن لازم وضوح الهدف بيساعد على الاستمرارية. ايه تاني للاستمرارية؟ اتفضلي. وبرضو احنا بنتشغل وننسى. احنا بنكون قاعدين بناخد جرعة روحية كبيرة، بيبقى عندنا فرصة نصلي. المشغولية أيها الأحباء عمرها ما هتنتهي. ولكن الحل في القصة دي الأولويات، البريوريتيز. أنا أولوياتي إيه؟ أهم حاجة عندي إيه؟ يبقى لازم أصلي. يا أحبائي، أحب الذين يحبونني والذين يبكرون إلي يجدونني. ربنا في بكور يومك، في بكور وقتك، في بكور اهتماماتك أهم حاجة عندك، ولا هو إيه بالظبط؟ هي دي نقطة في منتهى الأهمية. المشغولية ما تاخدنيش.
يبقى نمرة واحد وضوح الهدف. نمرة 2 تحديد الأولويات. معلش احنا بنسمي النقط تحديد الأولويات. يعني أنا عندي شوية إيه اللي بيخلي حياتنا فيها أولويات بعد إذنك؟ يعني ليه بيجي بند الأولويات؟ بسبب إن حياتنا محدودة الوقت. لو أنا حياتي ملهاش حدود يبقى يلزم الأولويات. وجود الأولويات بسبب المحدودية. يعني أنا عندي 24 ساعة، أهم حاجة إيه؟ أنام، ثم آكل، ثم ألعب، ثم أتمتع. دي أولوياتك؟ إيه أولوياتك؟ ال 24 hours أخبارهم إيه؟ يبقى أول نقطة وضوح الهدف، تحديد الأولويات ووضع القداسة وملكوت الله في أول أولوياتي. شكرا. إيه تاني؟ اتفضلي. يمكن بعتمد على ذاتي، بفتكر ان انا هقدر اعمل ده لوحدي من غير معونة ربنا، يعني كاني بوعد ان انا هجاهد لوحدي فبقع ما بكملش. نقط من عدم الاستمرارية هي اعتمادي على ذاتي في الجهاد، مش اعتمادي على ربنا. شكرا. ايه تاني؟ اتفضلي. على قد ما الانسان بيحاول يتقدم في يعني اللي العكس بيحاول يعطله، على قد ما بيحاول يقوى في علاقته مع ربنا على قد ما الحروب عليه بتزيد والدنيا عنده بتبقى اوقات بيقع. والحل ايه؟ ان هو يحاول برضه يبقى عارف هدفه، ان هو هدفه ربنا فهيفضل متمسك بيه. وضوح الهدف معانا فيها دي. تمام. بيج جولز. يعني انا النهارده هصلي ال7 صلوات بتوع الرجال، وانا يمكن ما بعرفش اصلي مرتين على بعض. بطلع من المؤتمر حاطه بيج جولز قدامي. مش عايزاني ابتدي يعني عايزاني ليتل باي ليتل، تدرج. عايزه تدرج، عايزه بالراحه، ما ابتديش مره واحده. يعني قليل ثابت خير من. انا عايز اقول لكم حاجه في القصه دي لو سمحتوا. فوق في السماء انت هتتمتع بربنا، والقديس انطونيوس هيتمتع بربنا. نفس الشعور. ازاي نفس الشعور؟ الانبا بشوي قابل راهب متطوع في الدير في البريه. انت مالك يا عم؟ قال له انا بقالي اسبوع صايم. فالانبا بشوي قال لك ايه ده؟ اسبوع صايم؟ احنا بنصوم 40 يوم 40 يوم. ظهر له ملاك الرب قال له يا انبا بشوي الراهب ده زيه زيك. زيه زي يعني ايه؟ ايوه زيه زيك. ازاي؟ قال له لو اخذ النعمه اللي انت خدتها كان صام 40 يوم. انت ما عندكش غير نص ساعه، استغليت النص ساعه. انا عندي 3 ساعات استغليت منهم ساعه. مش الساعه اكتر من نص ساعه، بس انا خدت كام؟ 1/3. انت خدت كام؟ 100%. 3 من 3 احسن من 5 من 10. 3 من 3 احسن من 5 من 10. على قد اللي ربنا مديهولك، على قد اللي ربنا مديهولك بتستغله. مش لازم ان انا ده خالص. سوري يعني الكوبايه الصغيره مليانه شعر انها مليانه، شاف شق كبير مليان شعر ان هو مليان. ده شبعان وده شبعان. هي دي منازل كثيره. اللي بعت لي سؤال يعني ايه في بيت ابي منازل كثيره؟ كلنا هنبقى متمتعين فوق بربنا، بس ارسانيوس اللي كان بيقعد بال12 ساعه متعته قد كده، وانت يا ابو نص ساعه هتبقى متمتع برضه وشاعر انك شبعان بربنا على قد ما اتمتعت بيه هنا. ولكن ليك مكان، منازل كثيره. المنازل منزله وليس بيوت. لما انسى الورقه اريد توضيح اذا اعترفت وتبت عن خطاياي ونلت عقوبة في الأرض، لماذا العقوبة في السماء؟ طبعا ما فيش عقوبة في السماء. لا، أنت تبت واعترفت، ما فيش طبعا. إزاي يعني؟ يا جماعة الغفران ودم المسيح ده إيه؟ والاعتراف والتناول ده يا أبونا بيقول حل كده وخلاص؟ لا طبعا، تغفر خطاياك. من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم.
لا مش بترجع طبعا تتحاسب تاني. تعالوا نرجع. انتوا خدتوا بالكم من حته انا قد ايه، وحته ان انا امشي على قدي واستغل كل اللي عندي على قد ما بقدر. مين تاني يقول مشجعات الاستمراريه؟ اتفضل. استمرارية قوة الصلاة. الصلاة يبقى قوة كل مرة. قوة الصلاة بتساعد على الاستمرارية. ايه تاني؟ اتفضلي. تاني تحفيز القلب، يعني الواحد بيبقى طالع من حاجه مثلا من مؤتمر، اوكي هو مقرر مثلا انه هيسلم مسحات، بعدين بعد شويه من القلب خبيث واخدع من كل شيء يروح خدعه قلب. محتاج الواحد يسهر على قراره ويقعد يحفظ قلبه، انت عرفت ربنا بكذا كذا. يعني انا متابعتي لنفسي واقعد اتابع قراراتي وبداياتي مع ربنا. شكرا. اتفضلي. عدم اليأس. يا سلام. عدم اليأس. الرجاء أحد أسباب الاستمرارية أيها الأحباء. رئيس الشياطين كان قاعد، كلكم عارفين الحكاية دي، جاله واحد عملت إيه؟ أنا حرقت الحتة الفلانية وقومت حريقة والناس البلد كلها قامت على بعضها. اركن، ما عملتش حاجة. اللي بعده أنا فكيت الحمار مش عارف اللي فين، راح كل إيه عند مين وقامت مشاغرة. اركن، ما عملتش حاجة. جاله شيطان مرهق وجاي دايخ وتعبان وحالته حالة. ايه انت مالك؟ قال له انا جاي من البرية. عملت ايه؟ لي 40 سنة 40 سنة بقى قاتل في راهب. قال له وبعدين النهاردة انا عرفت اوقعه. خد القصة المقابلة ليها. يوجد أحد الآباء الرهبان قوم عليه الشيطان حرب الشهوة بالفكر بكده. الحرب تعباه ويقوم يصلي. الشيطان يقول له أنت مش مكسوف على حتة اليأس؟ يا راجل مش مكسوف من نفسك؟ قال له إيه؟ جملة شهيرة: أنت تضرب مرزبة وأنا أضرب مرزبة. أنت بتدقني وأنا بدقك بإيه؟ بالرجاء، بعدم اليأس. يا أحبائي، لا يأس أبدا على الأرض مهما تكن خطيتك. تعالى هتلاقي أحضان المسيح مفتوحة. أنا فرحت قوي لأن كثيرين من حضراتكم ببركة هذا المؤتمر، بركة الكلام عن التوبة، كتير اتحرك قلبهم وكتير ابتدوا فعلا العودة إلى أورشليم والعودة إلى الله، وده شيء جميل. عدم اليأس مهما يكن طول المدة. غيره ايه تاني؟ حلو الرجاء. في حاجة تانية جميلة أحب أسمعها. أخبار الركن ده، ترفع ايدك ولا بتتمطع ولا؟ طب اتفضل. ليه؟ نظرت خطيتك وكلما نظرت أكثر كان هذا هو النمو بعينه. مش عايز أطول في النقطة دي علشان المفروض إن وقتي كده خلص، لكن حابب أقول لكم نقطتين صغيرين في القداسة. أول حاجة علاقتك الآية الجميلة في أفسس 2:19. تالي انتوا نسيتوا أقراها أنا على طول علشان الوقت. أفسس 2:19: لستم بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين أهل بيت الله. في طريق القداسة أنصحكم أيها الأحباء بصداقة القديسين. بصداقة القديسين دول عيلتنا فوق، وإحنا بقينا أهل بيت الله. أهلك مين؟ أنا أعرف واحد يمكن شيري بهادر تعرف الحكاية دي. كان رايح السعودية وخد معاه صورة مريمينا والبابا كرولوس، فداخلين ايه ده؟ قال له ايه؟ مين ده؟ قال له جدي.
وجدك عنده جمال وكان كان في الصحراء. طب مين ده؟ ايه مين ده؟ ده ابو ابويا ولا ابو امي ولا من ده، دول عيلتي الاثنين، دول قرايب وانا دول بحبهم ودول اهلي، وانا منين ما اروح انا ليا بحب احط صورتهم معانا، فده قريبي وده قريبي. طب خش. فهي هم اهالينا يا احبائي. اتعلمنا صداقه القديسين، هيساعدوك في طريق القداسه. اوعى تفتكر ان القديسين خفف دي واشفي الواد وخليه يجيب ايه وخليه يدخل مش عارف فين لا 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 لا، علاقتنا بالقديسين غير كده خالص. القصه ان هم بيتابعوا جهادنا. اذ لنا سحابه من الشهود، عبرانيين 12، مقدار هذه محيطه بنا. خلي بالك، في بيتك، مريمينا في بيتك، والبابا كيرلس في بيتك، وبربارة في بيتك. القديسين دول مش خيال. لنحاضر بالجهاد نطرح الخطية المحيطة بنا بسهولة، نطرح كل ثقل والخطية بسهولة سهلة. ليه؟ سحابة الشهود محيطة بنا. الله، معايا في البيت ده وده وده. هو انت معلق صورة البابا كيرلس كده؟ النقطة الأخيرة علشان احنا كده تعدينا. كم دلوقتي معاك؟ الساعة 8. لسه بدري. الساعة 10. طب اوكي. آخر نقطة مش هطول فيها. لو أبونا يطلع لنا الشاهد بتاعها، كورنثوس الأولى 3:17. كورنثوس الأولى على فكرة رعية مع القديسين وأهل بيت الله دي احفظوها عشان خاطر. آخر حاجة هياكل الله، كورنثوس الأولى 3:17. أقراها أنا من عندي. هي بصراحة الموضوع طويل بس أنا بختصر كتير يعني. طلعتها قدسك؟ ما برضاش أقول الجزء الأولاني علشان صعب. ماشي؟ مش هقراه بس انتوا قروه. اوكي؟ صعب شوية لكن هاخد النص التاني. النص الأولاني قريتوه؟ قريتوه كويس؟ لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. أنا هيكل. عايز أسألكوا سؤال، هو ينفع أبونا يجي يجيب الراديو ويشغله في الهيكل؟ ينفع يدخل بالشوز؟ ينفع يرفع بخور؟ لا بيرفع بخور، اتكلم على البخور التاني. ينفع أي حاجة في الهيكل؟ ينفع في الهيكل؟ ده هيكل. ويجي واحد اطلع بره، ايه ده الهيكل، محدش يدوس الهيكل. اوعى حاجة غريبة تدوس قلبك، اوعى. حافظوا على الهيكل نظيف يا احبائي، احنا هياكل. ودي احسن حاجة تفكرك بالقداسة. انا هيكل، والهيكل ايه؟ قدس اقداس. يا سلام، عندنا راهب تاني بحبه زي اللي كتب قد اقترب ملكوت الله، كاتب على باب قليته كلمة جميلة جميلة. أنا بحب أزور أبونا ده مخصوص عشان أقرأ اللي هو كاتبه. عارفين كاتب إيه؟ قدس للرب. قدس للرب. يجي يدخل هنا قدس للرب. ده رحت دير في ألمانيا لقيت الراهبات لابسين دبلة. ليه؟ مرتبطة. أنا مرتبطة. لما يجي الشيطان عايز حتة من الهيكل، عن إذنك أنا مرتبط. في إيه؟ مش تبعك، ده هيكل. لماذا تعطوا جزء من هياكلكم أيها الأحباء؟ فرحت أوي بتقليد الدبلة ده. أنا فاكر كان معانا أنبا مينا وقتها، قلت له ما تجيبوا لنا إحنا كمان دبل يعني. اشمعنى؟ عجبني التقليد يعني في حد ذاته. أنا مرتبط. يجي الشيطان يقول لك كده، طب عينك بس أخدها كده 10 دقايق
عيني اتكل على الله، مرتبط. طب ودنك كده اخدها شويه ونسمع شويه، معرفش المغنيين اللي في كندا اسمهم ايه، عارف بتوع مصر، اعرفهم من التليفون يعني مش بسمعهم. لا، مرتبط. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. ايها الاحباء، هيكل الله مقدس الذي انتم. هو ده موضوع طويل، والهيكل بقدم فيه ذبايح و و و و و يبقوا فكروا انتوا بقى في القصص دي. وجئنا الى نهايه كلماتنا، وفعلا انا بشكركم كلكم، وفعلا انا اتعلمت منكم كلكم الوداعه، وتعلمت منكم الابتسامه والحب بعضيكم البعض والروح الواحد. وبحسد ابونا بولس على المجموعه الجميله دي. وقطعا ان كنت انا انسان عاقل فانا هاتمنى ان انا اشوف مثل هذه المجموعه مره اخرى لو ربنا اراد. بس فعلا بشكر محبتكم الكبيره، ربنا يديم محبتكم وينمي الخدمه اكتر واكتر. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.